في ناس مقتنعة إن جوه الأرض في عوالم تانية، مدن كاملة وحضارات مخفية، يمكن كمان مخلوقات مش بشرية. موضوعنا النهاردة هو الأرض. من مئات السنين في عالم اسمه أدموند هالي اللي سموا مذنب هالي باسمه. قال يمكن الأرض مش صلبة زي ما احنا فاكرين، يمكن فيها طبقات فاضية وجواها كواكب صغيرة بتنور. بعده ظهر ناس كتير دعمت الفكرة وقالوا إن في فتحات ضخمة في القطب الشمالي والجنوبي، دي مش مجرد جليد، دي بوابات لعالم كامل تحتنا. الرحلات الغامضة، واحد من أشهر القصص قصة الطيار الأمريكي ريتشارد. الراجل ده في الأربعينات قال إنه هو طاير فوق القطب الشمالي شاف فتحة ضخمة جدا ولقى نفسه يعدي منها لجوه. بيحكي إنه شاف أراضي خضراء، حيوانات منقرضة زي الماموس، وكمان حضارة غريبة. لما رجع وأعلن اللي شافه اتمنع من نشر كل التفاصيل. وفي نظريات بتقول إن في حضارة متقدمة عايشة تحتنا اسمهم الأرجاسيين. الحضارة دي عندها علم وتكنولوجيا أكبر من اللي عندنا بكثير، لدرجة إنهم بيتحكموا في اللي بيحصل على سطح الأرض. في ناس كمان بتربط بينهم وبين قصص حضارات قديمة زي الأطلانتس، وقالوا يمكن لما غرقت أهلها نزحوا لجوه الأرض. وفي خرائط قديمة من القرن ال16 وال17 بتوري فتحات في القطبين. وفي أقمار صناعية لقت صور فيها أماكن شبه مداخل، لكن الصور اتسحبت بسرعة جدا. حتى في قصص بتقول إن الأضواء الشمالية اللي بتظهر في القطبين مش مجرد ظاهرة طبيعية، لا دي ممكن تكون طاقة خارجة من جوه الأرض. بعض الناس بتقول إن سكان جوه الأرض مش زينا، فيهم بشر لكن كمان فيهم مخلوقات غريبة طويلة القامة بعيون منورة. وفي ناس بتربط ده بظهور الأجسام الطائرة، وبيقولوا يمكن مصدرها مش الفضاء، يمكن طالعة من جوه الأرض نفسها. سواء كنت مصدق أو مش مصدق، فكرة إن الأرض جواها عالم كامل بتخلي الواحد يحس بالرعب والفضول في نفس الوقت. يا ترى لو في يوم البوابات دي اتفتحت، إيه اللي ممكن نلاقيه جوه؟ وإحنا مستعدين نتعامل مع حضارة أقوى مننا ساكنة تحت رجلينا من آلاف السنين ولا لأ؟ لو عجبتك القناة اشترك فيها وفعل الجرس.